سلام الله عليكم. الجزائر بغات تعشى على المملكة المغربية في قضية الصحراء المغربية في الاجتماع ديال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. صدقات المملكة المغربية تغدات عليها، وكيف ما كتعرفوا بأن بلادنا بلاد الجود والكرم، تغدات عليها وقسمات هذا الغداء مع 40 دولة الإخوان والأخوات. جوج ديال المواضيع واللي أكيد مهما افتخرنا ببلادنا ومهما فرحنا بالانتماء للمملكة المغربية فما غاديش نقدروا أو لا نقدروا أن نوفيوها حقها، خصوصا بهاد جوج ديال الانتصارات الجديدة. غادي نشوفوا كيفاش أن 40 دولة مجتمعة، سمعوا مزيان، 40 دولة مجتمعة غادا توجه واحد التمرميقة للكراغلة من قلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وغادي نشوفهم باللائحة. في نفس الوقت غادي نشوفوا الممثل ديال فلسطين واللي بغى النظام العسكري الجزائري يركب على القضية ديالو اللي هي قضية كل العرب والمسلمين باستثناء الجزائر، غادي يوجه واحد الركلة واللي ما عرفتش الممثل ديال الجزائر كيف دار معها حتى اليوم، وجا كيجري عند عمر زنيبر وكيوضح له الألاعيب وكذلك هذاك الفخ او البياج واللي بغى طيحوا فيه الجزائر صدق هو طيحهم فيه. مهزله الاخوان والاخوات واللي غادي نكتشفوها ان شاء الله جميع في التفاصيل. كيف ما كتعرفوا بان القناه ديال نور الدين ماجي قناه ناشئه محتاجه الاخوان والاخوات للضغط على زر الاعجاب، المشاركه ديال هذا المحتوى. الا كنتو مازال ما اشتركتوا غادي كلنا كامل الشرف اننا نكبروا جميع هذه القناه او هذا المنبر واللي كيدافع او الخط التحريري ديالو هو الدفاع على القضايا ديال المملكه المغربيه. شكرا لكم مره اخرى وندوز مباشره الى التفاصيل. قال لك شباب هناك الجزائر صح الله ربي حاضرونا اخواني حاضرونا. السلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الحلقات اللي كتبت القناة ديال نور الدين ماجي بانتظام بتاريخ الأربعاء 11 شتنبر 2024. غادي نبدا الإخوان والأخوات بواحد الخبر جميل وجميل جدا واللي هو تكملة للمواضيع اللي تطرقنا لها في القناة ديال كشف الخبر. اليوم غادي نشوفوا كيفاش أن المملكة المغربية ولله الحمد حسب واحد التقرير واللي نشرته CNN الاقتصادية، والمصدر ديال هذا التقرير هو BME على ما أظن هذا أمريكي، واللي غادي يكشف على 3 دول واللي كتصدر صناعة السيارات في الشمال ديال القارة الإفريقية. كنهضر على الشمال من مصر وانت جاي لعندنا. الرتبة الأولى 614 ألف سيارة، مصر 37 ألف سيارة، والجزائر الفرنسية 17,400 سيارة. نخليو حنايا مصر ما عندناش مشكل، يعني المنافسة كتبقى ما كاينش مشكل لأنه إنسان تنافسوا ما تحزوا، لكن على الأقل شوفوا لي الجزائر 17,000 مقابل 600,000. شوفوا الفرق على الإخوان والأخوات، وهذا الشيء مدعاة للفرح ومدعاة للمفخرة. للإشارة اليوم المملكة المغربية في الصناعة ديال السيارات هي لما كنهضروا على واحد البلد كيطور في الإنتاج فكيتم غادي كيوصل لواحد المرحلة وكيتستابيليزا كيوقف، وبعدها سواء كيبقى في هذاك العدد أو لا يبدا يهبط إلا دخلوا فيه أسواق أخرى. هذا شيء معروف في التسويق. لكن المملكة المغربية اليوم راه نقدر نقولوا يلاه قالت بسم الله. عرفت شحال ديال الشركات ديال تصنيع السيارات اللي حطت بالقنيطره بشمال ديال المملكه المغربيه بالدار البيضاء واخرى عاجيه كتوقع على الاتفاقيات. اما لما نتحدث على السيارات الكهربائيه وكذا ما شاء الله تبارك الله اللهم زد وبارك. فدائما كنقول بانه هنا في المملكه المغربيه كل من يحاول ان يعطل العجله ديال التنميه خاصنا يعني نكشفوه، خاصنا نفضحوه، وصراحه هذا هو الخط التحريري ديال هذه القناه. دائما ما كنقول بانه الاعداء ديال الداخل اشد خطوره على المملكه المغربيه من الاعداء ديال الخارج واللي اليوم كنتفرجوا فيهم هما كيتقلاو. لكن في نفس الوقت الا كانوا شي قطاعات او مسؤولين واللي كيقدموا يعني واحد الدفعه قويه الى الامام فخاصنا نشيدوا بهم. اليوم الاخوان والاخوات وزاره الصناعه الوزاره ديال الخارجيه كنهضر كذلك على فوزي القجع،
كنهضر كذلك على الدبلوماسيه بشكل عام، الدبلوماسيين ديال المملكه المغربيه، كنهضر على الحموشي، كنهضر على الدخيسي، كنهضر كذلك على المنصوري واخرون. هادو والله العظيم يستحقوا، هادو هما المغاربه الحرار، هادو هما المغاربه الحرار. خلينا من سميتو. راه كتشوفوا بانه اليوم عندنا حكومه فيها بعض القطاعات اللي كيتقاتلوا، كنعتذر الا ما ذكرش الاسماء ديال بعض الشخصيات اللي تبارك الله يعني غاديين البلاد مزيان، كاينين اخرين اللي كتسمعهم غير في السرقات، غير في النهب. نبعدوا من هذا الموضوع وندوزوا الاخوان والاخوات الى ما وقع البارحه بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده. باش نحطكم في السياق وتعرفوا اشنو كاين بالضبط. هذه الجلسه ديال مجلس حقوق الانسان عندها مواضيع ما داخلاش في السياسه كما تنهضروا دخل هنا ولا، عندهم مواضيع حقوقيه. وهذه المره يعني من بين المواضيع اللي كانوا مبرمجينها الحديث على القضيه الفلسطينيه وكذا والى غير ذلك. كان واحد المجموعه ديال القضايا. النظام العسكري الجزائري اشنو دار؟ جا نسق هو وجنوب افريقيا ودار واحد الاجتماع هامشي، يعني على هامش هاد القمه او هذا الاجتماع، يعني هامشي. وجد دعوه لواحد المجموعه ديال البلدان وداروا يعني كعنوان تقرير المصير في فلسطين والصحراء الغربيه. يعني هما كيحاولوا يديروا واحد الاسقاط ما بين القضيه الفلسطينيه ويسقطوها على البوليزاريو. وهذا هو السبب اللي كيخلي ان النظام العسكري الجزائري دائما مع فلسطين ظالمه او مظلومه، لكن هو في الحقيقه مع الصحراء الغربيه واللي هي السبب ديال الخراب ديالهم ظالمه او مظلومه، في الوقت اللي الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. يعني على ما اظن كيهضروا على الجمهوريه ديال القياطن والعجاج او الجزائر الجنوبيه بين قوسين، حتى نردوا ان شاء الله الصحراء الشرقيه ديالنا. فهنا الاخوان والاخوات كيف ما اخبرتكم البارحه بانه عمر زنيبر واللي هو الممثل ديال المملكه المغربيه في مجلس حقوق الانسان، للاشاره راه عنده يعني الرئاسه ديال هذا المجلس، فقال بانه عشرات، قلت البارحه عشرات البلدان غادا تقدم واحد الوثيقه واللي غتدعم فيها كامله مجتمعه سياده المملكه المغربيه على كامل ترابها. وهذا الاخوان والاخوات ما تحقق اليوم. غير باش نحطكم في السياق ما فيها باس ندير واحد القراءه في موضوع جميل وجميل جدا واللي فيه 38 دوله اليوم. كاين مصادر تتحدث على 38، كاين اللي كتهضر على 40. الموقع ديال المدار 21. 38 دولة تدعو لوقف استغلال الجزائر لمجلس حقوق الإنسان وتدعم سيادة المغرب على صحرائه. نوضح هذا العنوان مزيان. يعني هاد الدول اللي غادي نقدموا هذه الوثيقة لمجلس حقوق الإنسان كيقولوا الجزائر كفاك ركوبا على القضية الفلسطينية من أجل إضفاء الشرعية على قضية وهمية واللي هي الأطروحة ديال الانفصال. جددت 38 دولة خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف دعمها لسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية. احنا غادي نشوفوا اللائحة وغادي نتفاجئوا. داعية إلى الحرص على عدم استغلال المجلس في نقاشات سياسية بعيدة عن مقاصده، لأنه الشق الحقوقي هو اللي كيهضروا عليه هادو كيدخلوا فيه السياسة، في إشارة إلى الجزائر التي تحاول إقحام جبهة البوليزاريو. وشددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية صباح اليوم الأربعاء في بيان تحدث البند جوج من جدول أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، واللي ألقاه السفير الممثل الدائم لجمهورية الدومينيكان إكتور فيرخيليو الكانترا خلال المناقشة العامة حول التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، على أنها تعتبر من المهم التأكيد على أن في تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي وأن يتم صونه من أي استغلال، في إشارة إلى الجزائر، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان. ورحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخل والعيون، مؤكدة أن ذلك يشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية وكذلك القارية. نفتح واحد القوس نسدوا بعجالة قبل نكملوا هذا المقال وغادي نشوفوا الغرائب والعجائب. واش ما كتشوفوش بأنه لما نصف الجزائر بسرطان شمال إفريقيا أو سرطان العالم راه كنقولوا الصح؟ مشاو للتيكاد داروا روينة، مشاو للقمه ديال اندونيسيا جراو على بابهم كانوا غيديروا روينه، الصين قمعاتهم قبل لا يجيو ما خلاتش الطائره الجزائريه اللي جيباهم ان تنزقلوا مسيروا في حالكم.
فين ما مشاو الاخوان والاخوات الا ودايرين الكوارث. فهم اليوم حتى بمجلس حقوق الانسان اليوم في العوض انهم يهضروا على قضايا حقيقيه تتعلق بحقوق الانسان، ها هم اليوم كلهم كيستنكروا هذا الكيان اللقيط اللي صيبته فرنسا. اتحدث على الجزائر الفرنسيه وبانها كتقوم بتحوير المواضيع اللي باغيين يناقشوا عليها. انت باغي تناقش هذا الموضوع وما كيديروا الاسقاط على قضيه فاشله، اشنو كيوقع؟ كتولي النتائج عكسيه. في العوض انك تركز على المواضيع الحقيقيه فكتولي فيه نقاشات ثنائيه وكل شيء كيولي حاضي من جليله وكتصدق فحال كي بديتي فحال الاخر. وبالتالي الاخوان والاخوات صراحه راه اليوم ما بقيناش كنهضروا على فقط ان الجزائر خاص يتم الطرد ديالها من الاتحاد الافريقي، وانما من كل سميتو الهيئات والمنظمات القاريه بما فيها الامم المتحده. راه كيمشيو كيديروا الكوارث. هادو راه بحال اللي عندك واحد الشمكار، ماشي تا شمتار تا الشمكاره، راه كيبقى واحد المقرقب، واحد الكارثه فين ما كانت شي بلاصه مزيانه الا وكيجي يدير فيها الكوارث. واشارت الى ان قضيه الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الامن، سمعوا الكراغله ماشي مجلس حقوق الانسان، الذي يعترف باولويه مبادره الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها جاده وذات مصداقيه من اجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الاقليمي حول الصحراء. وهذه من اهم الاشياء واللي تبارك الله يعني قدمت عليها المملكه المغربيه لما رجعت الاتحاد الافريقي، انها خلات انه الاغلبيه ديال الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي يعني تبعد من هذا المشكل وتجعل من هذه القضيه قضيه حصريه على الامم المتحده، ما تبقاش تناقش. يعني راه ماشي غير راه زيرا في القنت. والا كيف ما بغى يكون شي اجتماع ذو طابع افريقي الا وكتهم كيبعدوا من اجتماعات افريقيه وكيديروا كذلك الكوارث. واكد البيان انه انطلاقا من هذا المنظور تدعم المجموعه الجهود الراميه الى اعاده اطلاق العمليه السياسيه الحصريه للامم المتحده على اساس الصيغه التي تم تحديدها خلال الموائد المستديره المنعقده في جنيف. للاشاره الموائد المستديره ما كتبغيش تجلس عليهم الجزائر، لانه مجلس الامن الدولي كيقول لها بانك انت طرف رئيسي في النزاع وهي كتقول لا. وذلك وفقا لقرارات مجلس الامن ولا سيما القرار الاخير رقم 2703 والذي يرمي الى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الاقليمي مبني على التوافق. وابرزت ان حل هذا الخلاف الاقليمي سيسهم لا محاله في تحقيق التطلعات المشروعه للشعوب الافريقيه والعربيه في التكامل والتنميه، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من اجله ويبذل جهودا مخلصه ومتواصله لبلوغه. ولفتت إلى أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء المملكة المغربية. وذكرت بهذا الصدد بترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور اللي كتلعبوا اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخل وكذلك العيون المغربيتين، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. يعني النظام العسكري الجزائري بغى يدير واحد الخطوة كيف ما قلت، بغى يتعشى على المملكة المغربية. صدقت المملكة المغربية تغدات عليه وشاركت هذا الغداء مع 38 دولة. يعني الا دخلنا المغرب غنهضروا على 39، المهم كاين شي هكا راه ما بين 38 و 40. اكيد غادي نتبعوا تعرفوا شكون هما هاد الدول اللي لقاو هاد الكلمه وفي نفس الوقت سلموا هذا المنشور للمسؤول واللي هو مغربي اكيد، يعني ديال المجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده، وبالتالي كنهضروا على وثيقه امميه. أول الدول واللي دائما تبارك الله يعني كنصيبوها في جنبنا: المملكة العربية السعودية، البحرين، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، جزر القمر، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، مملكة إسواتيني، الغابون، غواتيمالا، غينيا الاستوائية، غامبيا، غينيا بيساو، هايتي، الأردن، ليبيريا، الكويت، المملكة المغربية، سلطنة عمان، قطر، سانت كيتس ونيفيتس، سانت لويسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، تشاد، توغو، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية الدومينيكان، زامبيا، مالاوي، جزر المالديف، اليمن والرأس الأخضر. وهنا الإخوان والأخوات غادي نشوفوا أشنو وقع بالضبط. دابا خصكم تعرفوا العلاقات اللي كتربط المملكة المغربية بفلسطين، وفي نفس الوقت المملكة المغربية ما كتخلي حتى شي فرصة أنها تمر بلا ما تطرح عديد الأسئلة بخصوص بعض التصريحات المشبوهة. فهذاك الاجتماع واللي دعا له النظام العسكري الجزائري كيف ما قلت هو اجتماع هامشي، وبطبيعه الحال يعني خدا جنوب افريقيا اللي عندها الهبه وعندها الوزن وعندها المواقف اللي تلدب معاه في الاطروحه الانفصاليه، فدار واحد الاجتماع هامشي وقالوا سمعوا مزيان، قالوا للممثل ديال فلسطين وكذلك كاع البلدان اللي جاوا بغاو يحضروا، قالوا لهم بانه هذا الاجتماع الهامشي سيخصص للقضيه الفلسطينيه.
دخلوا صابوا ما فيه حتى شي حاجه ديال القضيه الفلسطينيه، فقط العنوان القضيه الفلسطينيه والشيء الاخر كله الصحراء الغربيه المغربيه. لكن ما وقع الاخوان والاخوات جميل جدا، صفعه اخرى جديده للاعداء والخصوم. غادي نشوفوا زنيبر، عمر زنيبر، واللي هو الممثل ديال المملكه المغربيه بجنيف مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده، واللي غادي يكشف بالحرف للموقع ديال هيسبريس على ما وقع بالضبط تحت عنوان: زنيبر يكشف اعتذار سفير ديال فلسطين للمغرب بشأن ندوة ملغومة في جنيف. كشف عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024 حيثيات ندوة هامشية نظمتها مجموعة جنيف لدعم الصحراء التي تقودها الجزائر وجنوب إفريقيا أمس الثلاثاء على هامش أشغال الدورة العادية 57 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. وفضح السفير المغربي في لقاء مع هيسبريس اليوم الأربعاء بمدينة جنيف فشل محور العداء في استغلال القضية الفلسطينية في نزاع الصحراء المغربية، مشيرا إلى أنه تمت دعوة السفير الفلسطيني وبعض المشاركين إلى الندوة على أساس أنها تتعلق كما قلت بنقاش تطورات القضية الفلسطينية، قبل أن يفاجأوا بأنهم تم تغليطهم من قبل الواقفين وراء هذا اللقاء الجزائر وجنوب إفريقيا. وقال الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: عندما دخلوا إلى القاعة وجدوا النقاش ليس حول فلسطين وخرجوا ممتعضين بمن فيهم سفير فلسطين الذي قدم الاعتذار بمعية سفراء آخرين، وقد أكدوا لي أنهم لا يتبنون هذه المقاربة. ما كاين غير التمرميق على القلفادة. وأكد الدبلوماسي المغربي أن ما تسمى الورشات التي ينظمها أعداء المغرب على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان لا قيمة لها ولا تأثير لها، وليس لها أي صدى في أشغال المجلس ولا أي امتداد، مشيرا إلى أن هذه الورشات تنظم منذ عشرات السنين وفق المنهج نفسه من أجل استغلال المجلس كبوابة، لكن المعنيين يمنون بالفشل الذريع في إشارة إلى الجزائر وجنوب إفريقيا. وأشار الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى أن بعض الدول الواقفة وراء البيان الذي جرت تلاوته خلال الندوة المنظمة هي أول من تخرق حقوق الإنسان بل ومتابعة من قبل الأمم المتحدة، مضيفا أن المغرب تقدم في بناء مؤسسات حقوق الإنسان. السفير المغربي أكد في لقاء مع هيسبريس أن مجموعة محصورة جدا تواصل ترويج المغالطات وفبركة الأكاذيب دون العودة إلى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بقضية الصحراء، وتابع بأن قضية الصحراء ليست مدرجة في جدول أعمال الدورة ولا في قرارات وتقارير مجلس حقوق الإنسان منذ سنوات. كاين الإخوان والأخوات شي حصار أكثر من هكا، كاين شي شوهة أكثر من هكا، كاين شي ذل وهوان أكثر من هكا، كاين شي رخص وخس أكثر من هكا. مني يولي الممثل ديال فلسطين ولي النهار كامل وانت مع فلسطين ظالمه او مظلومه وتصهين في المغرب وتصهين في العرب، وفي الاخر الممثل ديال فلسطين يقول لك بانك دير له المغالطات ويعبر على الامتعاض ديالو ويخرج من القاعه كيعتذر وكيمشي كيجري مرفوقا بالعديد من السفراء ديال البلدان الاخرى عند عمر زنيبر وكيقولوا راه غير غلطونا، راه قالوا القضيه على فلسطين من خلصنا ما كاين لا فلسطين لا حتى شي حاجه. هادشي الاخوان والاخوات اول شيء خاصكم تعرفوا بانه فاشل كيف ما قال عمر زنيبر في الاخير عشرات السنين هما كينبحوا، لكن واش هذا الشيء مجانا؟ راه لما كتبغي دير واحد الاجتماع هامشي خاصك القاعه وخاصك بلدان اللي يدفعوا الفلوس، وكاين اللي كيقول لك ولا انا ما بغيتش نضحك مع المغرب، لا سيدي غير اجي وهاك الفلوس اللي بغيتي هاك. واش عارفين الاخوان والاخوات شحال ديال الفلوس كتنفق على هذا الشيء؟ هذا الشيء كله من جيب بوسبع زرق من المقدرات ديال بوسبع زرق على الاخوان والاخوات، واللي دائما ما كنأكد بانه هذا عقاب الهي، هذه لعنه الهيه، لانه الجزائر بجغرافيتها الحاليه هي كلها مسروق مقتطعه من بلدان الجوار، وبالتالي لما كتكون عايش في المسروق وكتاكل من المسروق فاكيد راه غادي يوقع هذا الشيء اللي كنشوفوه دابا. فشوفوا كيفاش انهم كيناوروا بكل ما اوتوا من قوه، وفي الاخير يعني يكون غير ما داروهاش. الفضيحه الاخوان والاخوات، الفضيحه، واش كاين شي فضيحه اكثر من هكا؟ بل الاكثر من هذا وذاك. كينطبق عليهم واحد المثل شعبي مغربي على ما اظن، كيقول لك كتفيق العمى بضريب الحجر، كتفيق العمى بضريب الحجر. يعني كاين بلدان اخرى واللي كانوا كيضلوا يشوفوا ديك الهرطقات وداك الشيء اللي كيروج ليه النظام العسكري الجزائري وكذا، كيقولوا راه ربما شيئا ما على حق او لا على حق، لكن لما كيشوفوا هذا الشيء راه اوتوماتيكيا يعني كلشي كيضرب في الزيرو. هذه من جهه. من جهه اخرى
الغباء والبلاده في ابهى التجليات ديالها. واش ما عارفينش بانه هذا المجلس التابع للامم المتحده؟ واش ما عارفينش بانه هذا الشيء كله راه كترفع تقارير نقطه بنقطه الى الامم المتحده ومجلس الامن الدولي، وكل شيء كيكشف بالملموس بانه الجزائر هي الطرف الرئيسي في هذا النزاع؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. لكن انا اقول لهؤلاء الكراغيله انتظرونا بهذه اللوائح ديال 40 و60 و70 اكثر في صحرائنا الشرقيه، واللي قريبا ستفتح. ولما ستفتح سيكون كلام آخر. وكيف ما كنقولوا دائما لا يحق المكر السيء إلا بأهله، ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كلشي ما كتفهموش هانتم كتخلصوا اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فهنيئا مرة أخرى للدبلوماسية المغربية، وعلى رأسهم دبلوماسي آخر جميل جدا واللي هو عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف لدى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. الإخوان والأخوات، شكرا لكم، ونضرب لكم موعد في مدى إخبارية لاحقة بحول الله. مع السلامة.